فطيرة الدجاج والخضار من أحلى الصواني والطواجن اللي هتعملوها. وما تنسوش تحفظوا الفيديو عشان أكيد هتحتاجوه في عزوماتكم وعلى سفرة رمضان. ويلا نبدأ وصفتنا. أول حاجة في الحلة أو الطاسة على النار حطيت قطع حلوة كده من الزبدة وعليها معلقتين من زيت الزيتون أو الزيت العادي زي ما تحبوا، وهضيف عليها نص كيلو من الدجاج او صدور الفراخ مقطعاها قطع بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ممكن نستخدم كمان الاوراق زي ما تحبوا. وعلى نار عالية هبدأ اقلبها، ما تقلبوهاش كتير قوي عشان ما تنزلش السوائل اللي فيها. وكمان مهم جدا النار تكون عالية زي ما قلت لكم. هخليها تاخد لون من على الجنبين وتبدأ تدخل في السوا، وهضيف عليها باقي الإضافات. معلقة من الثوم المهروس، وكمان بحب أضيف بصلاية متوسطة متقطعة صغير، وهدي كل ده تقليبة مع بعضه. مهم قوي نقلبهم لحد ما ريحتهم تبدأ تطلع ولونهم يغير. بعد كده هنضيف باقي الإضافات، والإضافات اللي هضيفها كلها اختيارية بس هتديها طعم حلو قوي. 2 جزرة مبشورة، معاها فلفل أخضر، ممكن فلفل ألوان وممكن فلفل حار. التوابل ملح وفلفل زعتر مجفف وأي توابل للفراخ بتحبوها. هنبدأ نقلب كل ده مع بعضه كويس قوي لحد ما يبدأ الخضار يدبل شوية. عايزة بس الخضار أحس بطعمه. هضيف كمان ربع كوباية من الذرة، ممكن نزود طبعا لو حابين، استخدمت الذرة المعلبة. هديهم برضو تقليبة مع بعض، مش هنقلب كتير عشان الخضار ما يتكسرش. وهنضيف آخر حاجة كوباية أو 200 ملي من كريمة الطبخ. هبدأ أقلبها مع كل الخليط بتاعنا ده. أول ما تبدأ تغلي هتبدأ الخليط يتقل بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. خلاص كده أنا دلوقتي هطفي عليها النار وهبدأ أنقلها في الطاجن أو الصينية اللي هدخلها فيها الفرن. حطيتها في الطاجن وبعد كده هرش عليها رشة من الجبنة الموتزاريلا على الوش. الكميات دي مفتوحة، ضيفوا زي ما تحبوا. وكمان ممكن نستخدم الجبنة تشيدر بتطلع حلوة قوي. بعد كده الباف بيستري قطعته وهرصه على الصينية من فوق بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. مهم قوي قطعوه هو ساقع متلج علشان تقطعوه مظبوط ويتقطع سهل معاكم بالسكينة او المقص. رصيته كله، رصوه طبعا وحطوا الكميات اللي تحبوها. ممكن كمان نعملها في طواجن صغيرة لو حابين. آخر حاجة هنا ضفت بضاية عليها رشة ملح وفلفل ونقطتين من الخل تمنع أي ريحة ليها. هدهن بيها الطاجن بتاعنا كله وهدخلها الفرن على درجة حرارة 180 رف وسط لحد ما تستوي تكمل سوا وتاخد لون حلو، ونطلعها ونقدمها. وصفة سهلة وطعمها خطير، لازم تجربوها ومتأكدة هتعجبكم وتعتمدوها على طول. ولو أول مرة بتشوفوني ما تنسوش تعملوا فولو وسبسكرايب للقناة. ولو عجبكم الفيديو النهاردة ما تنسوش تعملوا له لايك وشير لكل حبايبكم. وما تنسوش تحفظوا الفيديو عشان أكيد هتحتاجوه في عزوماتكم وعلى سفرة رمضان. ومستنية كل تطبيقاتكم.